السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. لا تزال سلسلة الفواجع والكوارث تخيم على الجزائر في وقت لم تندمل فيه بعد جراح المأساة الأليمة والتي شهدتها ولاية بوميرداس، وأودت بحياة قرابة 30 شخص في حادث مرور مروع. واليوم استفاق الجزائريون على مآسي جديدة هزت القلوب وأعادت ما شهد الحزن إلى الوجه، بعدما تم العثور على 4 أطفال صغار جثثا هامدة داخل بركة مائية ببلدية عين الأحجار في ولاية سطيف، في حادثة مؤلمة خلفت صدمة كبيرة بين السكان. وفي مأساة أخرى وغير بعيد عن ولاية سطيف، لقي 3 أفراد من عائلة واحدة مصرعهم إثر اصطدام سياراتهم بشحنة بمنطقة العش في ولاية برج بوعريريج، لتنضم هذه الفاجعة إلى سلسلة الحوادث الدامية والتي شهدتها البلاد خلال الساعات الأخيرة. كما سجلت عدة ولايات أخرى وفيات بسبب حوادث المرور والغرق وكذا جرائم القتل، إضافة إلى حالات وفاة ناجمة عن العطش في المناطق الصحراوية، في مشاهد مؤلمة تعكس حجم الخسائر الإنسانية والتي عرفتها الجزائر في فترة وجيزة. وأمام هذه المآسي المتتالية لا يسعنا إلا أن نتضرع إلى الله تعالى أن يتغمد جميع الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ الجزائر وأهلها من كل سوء ومكروه، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والسلام.